السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل طبق كبدة بلدي جميل. الناس ذبحت عشان العيد، نزلنا نجيب اللحمة. كل سنة وانتم طيبين. لقيت الكبدة فقلنا نجيب نص كيلو نعمله النهاردة. كبدة يا جماعة أنا بحب أجيبها من بقول للجزار يقطعها لي من حرف الكبدة. ما بيبقاش فيها عروق وبتبقى ناعمة وحلوة، وبحاول أقشرها. والكبدة يا جماعة ما بتتغسلش، بننشفها بمناديل كده لكن ما بنغسلهاش. ببدأ أقطعها شرايح زي ما انتم شايفين كده. أقطع الأول بالعرض، وبعد كده نبدأ نقطعها شرايح. نشوف هنعمل فيها ايه. آه، حاولي ان الشرايح بتاعتها ما تكونش سميكة قوي يعني. وحاولي تقشري قشرة الكبدة. معرفتيش خلاص مش مهم. خلصنا نخلص نقطع شرايح ونشوف هنعمل ايه. معايا هنا فلفل احمر واخضر انا فرماه وعينه في التلاجة بطلع منه للاستعمال. خدت معلقتين صغيرين، حطيت عليهم معلقة كمون صغيرة، معلقة كزبرة. آه، بعد كده نحط شوية ملح، ونضيف معاهم معلقة خل صغيرة وعصير نص ليمونة. الملح اهوت يا جماعة. يبقى أنا حطيت كمون وكزبرة والملح ومعلقة خل صغيرة وعصير نص ليمونة على نص كيلو الكبدة. الكبدة ما بتحتاجش أكتر من كده، ما بتحطلهاش توابل أكتر من كده. الفصين التوم برضو مفرومين، هحطهم عليهم وأقلبهم ونسيبهم في جنب كده، ونشوف نبدأ هنشوف هنعمل ايه. هنجيب بقى الطاسة نحطها على النار، ونحط فيها معلقة سمنة بلدي كده فضلة خيركم. مجرد انها ما تبدأ السمنة تسخن نروح منزلين شرايح الكبدة، نديلها صدمة فيها. ما تقلبيش علشان الكبدة ما تنزلش سوائلها، يا دوبك شوفوا نقلبها بس بعد ما خدت الصدمة عشان تاخد الصدمة على الناحية التانية. بعد كده بنضيف انا هضيف لها قرن شطة اخضر مقطعاه حامي. براحتك بقى انت تحطي بارد تحطي حامي، تبع مزاجك انت يعني. شوفوا شرايح الكبدة جميلة. وهضيف لها معلقة فلفل أسمر. طبعا أنا ما حطيتش على الدقة، فضفت لها معلقة فلفل أسمر وأقلبها برضو كده تقليبة خفيفة. و3 دقايق 4 دقايق بالكتير الكبدة بتاخد صدمة وخلاص يا جماعة، خصوصا الكبدة البلدي. نروح جايبين بقى التتبيلة اللي أنا عملتها، اللي هي من الفلفل المفروم والكزبرة والكمون والملح ومعلقة الخل وعصير نص ليمونة زي ما قلنا. نبدأ نضيفهم على الكبدة ونقلبها تقليب خفيف بقى كده جميل. شوفوا لسه ما كملتش تقليب والريحة طالعة بسم الله ما شاء الله. ان شاء الله يعجبكم الفيديو، يعجبكم طريقة عمايل الكبدة البلدي، ويكون في شير ولايك. كل سنة وانتم طيبين. رمضان كريم والعيد خلاص. بكرة الوقفة ان شاء الله. يعتبر النهاردة اليوم بدأ الوقفة والعيد بكرة. كل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى طبق كبدة.